السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ في حد من الناس، شخصية جميلة جدا عجبني كلامها قوي، اقترحت انه نعمل فيديو للناس اللي عندهم ولادهم مشتركين في البطولة. طبعا بنروح النادي، بندفع فلوس كتير في التدريبات، بنلتزم بالمواعيد، بنتعب قوي، بنتدرب، بنتوتر، بنجري عشان متأخرين، بنعمل مجهود فظيع. اولا الرياضه حلوه جدا، وحاجه حلوه قوي ان احنا بنلتزم بالمواعيد وبنعمل المجهود الفظيع اللي احنا بنعمله ده كله. بجد تحياتي لكل الناس اللي مشتركه في حاجه زي كده وهدفهم مصلحه ولادهم. بس انا عايزه اقول حاجه مهمه قوي، انه البطولات هي مش اهم حاجه في الدنيا، هي حاجه حلوه بتغير المود، بتفرق، رياضه مفيده جدا، بتعلم الولاد حاجات كتير كتير كتير، زي الالتزام، زي الاهتمام بصحتهم، زي عمل صداقات. بس هي مش اهم حاجه في الدنيا ولا اخر حاجه في الدنيا. يعني انا عملت كل المجهود ومشيت كل الرحله ودفعت وتعبت واديت من وقتي ومن مجهودي ومن تفكيري وكل الكلام ده. هي النتيجه بتاعت ربنا في الاخر. يعني لو ابني فاز في البطوله انا هبقى مبسوط، لو ما فازش انا برضو هبقى مبسوط، يعني لانه عمل المجهود، هو عمل المجهود. فلو ابني او بنتي فاز في البطوله او ما فازش، انا لازم اوريله ان انا فرحان بمجهوده اللي هو عمله، فرحان بالتزامنا اللي احنا التزمناه، فرحان بطريقه الاداء اللي هو ادى بيها وبمجهوده وبتعبه. لكن مش لازم يفوز، لان الفوز دي حاجه هي بتبقى توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. فلو هو ما توفقش مش معناها انه مجهوده كله ضاع، بالعكس ربنا ما بيضيعش تعب حد، ولازم نزرع في ولادنا انه ربنا ما بيضيعش تعب حد. فلازم يفرحوا بالرحله اللي مشيوها والطريق اللي مشيوه والنتيجه اللي وصلوا لها، لازم نعلمهم يرضوا بيها ايا كانت هي ايه، لانها بما ان انا عملت الدور اللي عليا فالنتيجه بتبقى من عند ربنا، فانا الحمد لله راضي بيها. شكرا.